اللاعب المغربي اللي هو اختار يمثل اسبانيا بدل ما يمثل بلده وبلد ابوه، واختار ان هو يمثل المنتخب الاسباني. واسبانيا بعتت للولد اللي هو 16 سنة اللي هو ينضم لقائمة المنتخب الاول في التوقف الدولي القادم. هما مش محتاجينه 16 سنة، ولكن هما بيأكدوا عشان الناس كلها تهدى وتسكت والمغاربة ما يحاولوش ان هما يرجعوا الولد، فضموه شغل كده. تعالى ناخدك المرة دي عشان نؤكد بيك ان انت خلاص بقيت اسباني، ونوري للعالم العربي والمغربي ان انت خلاص بقيت اسباني واخترت اسبانيا. بعد كده بقى اثبت نفسك عشان تلعب في المنتخب الاول. وانا بقول لك لما توصل للسن العشرين ان شاء الله، او 2026 او 2030، تبقى عندك 23 سنة وتمثل اسبانيا المنتخب الاول، هتشوف المغرب فين ومنتخب المغرب فين وانت ومنتخب اسبانيا فين. وان كنت تفكر ان انت كده بقيت اسباني، هيفكروك الجماهير اللي انت اخترتها تشجع منتخبها لما تكون بتلعب في اليورو الاوروبي وتضيع ضربة جزاء ولا هدف، ولا ما تصنعش الفارق معاهم وتصعد بيهم وتاخد بيهم بطولة. هتشوف العنصرية وهيفكروك وهيعرفوك ان انت اصلك عربي. لما تخش كاس العالم ما توصلش للنهائي، ولا تجيب لهم الطموحات اللي عندهم ان هم يفوزوا بكأس عالم او يعملوا مشاركات مشرفة، هتلاقي العنصرية هتفكرك وهتعرفك ان انت عربي، وساعتها هتتمنى وهتندم انك انت اخترت اسبانيا. زي ما شفنا امبابي وعمالقة فرنسا اللي هم لما خسروا كأس العالم اللي هم واخدينها اللي قبل الاخيرة، وخسروا الاخيرة قدام الارجنتين، كم العنصرية اللي واجهوها وعرفوهم ان هم اللي من بلد شمال افريقيا، وان هم افارقه، وان هم مش فرنسيين، وبيتبروا منهم وبيستعروا منهم. ساعتها كلهم كانوا بيندموا ان هم مثلوا المنتخب الفرنسي. فاللاعب الامين هتعيش اللحظات دي انت وابوك، هتعيش اللحظات دي وهتجيلك اللحظات دي في كرة القدم. ده لو انت انضميت لي المنتخب الاسباني. وان كنت بتلعب في برشلونة حاليا، انت مش ضمنت انك انت هتلعب دايما في برشلونة او في ريال مدريد او دايما هتبقى في المنتخب الاسباني. بالعكس، انت ممكن بعد سنتين ثلاثة تبقى مش في برشلونة وتروح تثبت نفسك في الدوري اليوناني او في فرنسا او في اي حتة تانية وما تنضمش اساسا للمنتخب الاسباني. ولكن لو انت في المنتخب المغربي، انت هتضمن لنفسك مكانة في العالمية. المنتخب المغربي خلاص دلوقتي، ولما بنقول كده احنا مش بنبالغ، منتخب عالمي. حتى ولو فشل في افريقيا هنا، هو منتخب اوروبي، منتخب خلاص حطه من ضمن الاربعة اللي هم الاقوياء اللي دايما هيبقوا في المربع الذهبي في كأس العالم وهيلعبوا على كأس العالم. يعني المغرب هتعدي اسبانيا في كرة القدم بمراحل. واسبانيا قابلت المغرب مرتين في كأس العالم، ولا مرة نجحت ان هي تكسب المنتخب المغربي. ده دول القريبين، كأس العالم في روسيا شفنا الماتش كان عامل ازاي، ولم يخسر المنتخب المغربي من اسبانيا، بل هم اللي تعادلوا. والمرة الأخيرة المنتخب المغربي بيكسبوا 3-0 بضربات الجزاء وتألق ولاد المغرب، كانوا يقدروا ينهوا اللقاء في 90 دقيقة وال 120 دقيقة. المغرب أعلى من أسبانيا والبرتغال والكرة الأوروبية بمراحل. فأنت اخترت غلط. لو كنت عايز تفوز بكأس العالم، لو كنت عايز تاخد شهرة ونجاح وتاخد أحسن لاعب في العالم، كنت اخترت المنتخب المغربي اللي هو حتما ولازما وإن شاء الله هيفوز بكأس عالم. ومحدش يطلع مبرر للولد ان هو اختار اسبانيا. ده بيرد الجميل لابوه علشان كان في المغرب، مشي من المغرب، كانت ظروفه صعبة والاسبانيا احتضنته. نضرب مثال لأم اشرف حكيمي، الست المكافحة اللي هي طلعت لاعب احسن باك يمين في العالم، شرف المغرب، وغيره زي حكيم زياش. ولكن هي بترجع للاب والام، ولاد الاصول بيطلعوا ولاد اصول، ما ينسوش اصلهم ابدا. زي ام حكيمي كده فضلت محافظة على هيبتها واصلها العربي المغربي، خلت ابنها نفس الشيء. فالوطنية بتزرع في اولادك، مش بتغيرها المكان اللي انت فيه، لا، ده الاب والام لو ولاد اصول بيحافظوا على اصولهم.